la medalla de oro y vamos a luchar hasta el final inshallah. اول مره في التاريخ ديال المشاركات ديال المنتخب الاولمبي تنجاوزوا العقبه ديال الدور المجموعات وما بقيناش محصورين غير فيها، راه تجاوزنا حتى المقابله ديال ربع النهائي. واليوم شفنا النتيجه والاداء ديال هاد الوليدات، فازوا ب4 ديال الاهداف ل0 وخرجنا الولايات المتحده الامريكيه من الاولمبيات ديال باريس. وما غاديش نبقاو محصورين هنا، راه غادي نوصلوا حتى للمقابله النهائيه. دابا مع هاد الوليدات هادو والاداء ديالو لي طالون اللي تيتوفروا عليها لا بدنيا ولا تكتيكيا، حرام ما نشوفوش في الفينال. راه المنتخب المغربي بهذا الاداء تعتبر من احسن المنتخبات اللي في باريس 2024. تشوفوا كيفاش يحول الكره من الدفاع الوسط الهجوم، وكيفاش تيلعب بالاطراف، وكيفاش تيخترق حتى الدفاعات ديال المنتخب الاخرى. اذا هذا المنتخب هذا هو اللي يستاهل يتوج بالذهب الاولمبي. اذا المنتخب الاسباني بعد ما فاز على المنتخب ديال اليابان بحصه ثقيله تيضرب موعد في نصف النهايه مع المنتخب المغربي. راه هذا الشيء ما تيخلعناش، لاننا عندنا تاريخ مع الكره الاسبانيه، وخاصه المونديال الاخير ديال قطر 2022 وكيفاش كانت اسبانيا مستحوذه على الكره من جميع الامكانيات، حتى النسبه ديال الاستحواذ كانت تقريبا واحد 80%. لكن فرص ديال المنتخب الوطني المغربي كانت خطيره. حنا بغينا غير نذكركم التاريخ ديال المقابلات ديال المنتخب الاسباني والمغربي. اذا خرجناهم من المونديال ديال قطر وغادي نخرجوهم حتى من الاولمبياد ديال اثينا 2024، لان المغرب وهاد الوليدات ديال المنتخب الوطني المغربي عندهم امكانيات كبيره لا بدنيه ولا فنيه. وحتى النظره ديال المدرب ديالنا المباريات الصراحه كاين واحد التحسن من المقابله، وهذا اللي غادي يجعلنا اننا ناخذوا المقابله ديال نصف النهائي مع المنتخب الاسباني بعين الاعتبار، لان العينين ديالنا على الذهب. مشينا بدينا الدور ديال المجموعات، فزنا في المقابله ديال الربع النهائيه، غادي تبقى لنا على المقابله النهائيه يلا العقبه ديال المنتخب الاسباني، وغادي ندوزوها وغادي نضربوا موعد المقابله النهائيه. وغادي يكون عندنا اكيد موعد مع الذهب الاولمبي، وغادي تكون واحد الفرحه اللي هي هستيريا وجنونيه. تصور ان المنتخب الاولمبي عمره ما تجاوز العتبه ديال الدور ديال المجموعات، تلقى راسو في المقابله النهائيه وتنافس اعتد المنتخبات على الميداليات الذهبيه. اذا برافو لهاد الوليدات وبرافو المدرب السكيتيوي، لانه فعلا من مباراه لمباراه تيتحسن الاداء وحتى المجموعه والانسجام ديالها كاين. اذا راه ما غادي تخلعنا لا اسبانيا ولا فرنسا في الفينال. اذا حنا عندنا التكهنات ديالنا ان المنتخب الاولمبي المغربي راه غادي يكون ان شاء الله في الفينال. راه ما غادي تخلعنا لا اسبانيا في الدومي فينال ولا فرنسا في حاله التاهل ديالها للفينال. وهذه المقابله عاوتاني ديال فرنسا حتى هي تأريه، لان خرجنا على يديها في الدومي فينال ديال المنتخب ديال الكبار في المونديال ديال قطر، ودابا ان شاء الله غادي نخرجوها اوت على الاولمبيات. وبالتالي هاد الوليدات هما اللي غادي يعلقوا الذهب على الصدور ديالهم. الهدف ديالنا هو الاولمبيات ديال باريس 2024، والمغرب هو اللي غادي يدي الميداليه الذهبيه. وما غاديش نبقاو محصورين غير في الميداليه الذهبيه، ان شاء الله راه غادي نتنافسوا حتى على الهداف ديال البطوله. وتنشوفوا رحيمي ما شاء الله البلاء اللي تيبليه في وسط التيران، تبارك الله، لياقه بدنيه، لامبريسيون اللي تيديروا على المدافعين، تسجيل ديال الاهداف. حاليا عنده 5 ديال الاهداف، وبالتالي هو الهداف ديال الاولمبياد. غادي نرجعوا للمقابلات من الاول وكيفاش تحسن الاداء ديال المنتخب المغربي حتى وصلنا لهذه النتيجه وهذا الاداء الكبير اللي بهر ارسن فينغر اللي كان تيتفرج في المنتخب المغربي، وحتى ناصر الخليفي اللي كان تيتفرج وصفق على الهدف الجميل ديال حكيمي، كيفاش شد الكره في داك الاندفاع القوي ومشى تيجري بها واخترق الدفاع وبواحد التسديده اللي ماشي هي قويه مركزه ومشات للقنت، الحارس ما لقى ما يشد فيها. وبالتالي هو هدف جميل ورائع. وفعلا ان حكيمي واحد النقطه بين انه كابيتان من الطراز الرفيع، كيفاش انه تيسير اللعيبيه وكيفاش انه تيكون مدرب داخل التيران. شفنا المواقف ديالو مع سفيان رحيمي كيفاش اعطاه الكره باش يضرب البيلانتي، وشفناه كذلك مع اللاعب اللي دخل رومبلاسون موهوب وعطاه حتى هو باش يدخل في اللقاء وحتى هو يساهم مع اللاعبين في الاولمبياد ديال باريس. اذا النتيجه كبيره بزاف، والمغاربه كلهم فرحانين، وواحد الفرحه
كبيره بالنتيجه والاداء. وكيف ما قلت في هذا الفيديو باننا ما بقيناش قانعين بالدومي فينال، رحنا ولينا طابعين في الذهب ديال الاولمبياد ديال باريس. غادي نرجعوا للمقابله الاولى كيفاش اننا ربحنا فيها مع الارجنتين، وكيفاش ان الحظ ساعدنا باش ما تحسبش داك الهدف ديال التعادل ديال الارجنتين، ورجعنا للطريقه ديال الفار اللي نصفات المنتخب الوطني الاولمبي. فعلا ان المقابله الثانيه كانت هي الفاصل وهي المفتاح ديال الاولمبياد باش وصلنا للدومي فينال. علاش؟ انا غادي ناكد لكم في هذا الفيديو بان الهزيمه اللي خسرنا مع المنتخب ديال اوكرانيا كانت هي المفتاح وهي الفاصل. علاش؟ لان المدرب السكيتيوي خدا النقاط ديال الضعف ديال المنتخب الوطني اللي شفناها في ديك المقابله، كيفاش اننا كنا رابحين ولينا منهزمين، وبالتالي تم الاصلاح ما يمكن اصلاح. ولينا اصلحنا الدفاع ديالنا وصلحنا الوسط الميدان، وشفنا ان الزلزولي ولا تيدخل تيتيلير. وفعلا في المقابله الثانيه كانت واحد الرؤيه ديال السكيتيوي اللي هي الثاقبه، وفعلا الاعتماد ديالو على الزلزولي كان في المحل ديالو، وشفنا الهدف الخرافي والهدف الجميل ديك القذيفه، احسن هدف ربما في الاولمبياد ديال عبد الصمد الزلزولي. اذا هذيك المقابله راه هي الفاصل، وهي اللي جعلتنا اننا نصلحوا الاخطاء ديالنا، وبالتالي فزنا على المنتخب ديال العراق ب3 ديال الاهداف، ودابا فزنا على الولايات المتحده الامريكيه ب4 ديال الاهداف. وشفنا حتى الاداء ديال اللاعبين في رقعه الميدان كيفاش تحسن انطلاقا من المقابله الاولى والثانيه وحتى الثالثه. اليوم تيبينوا بالملموس انه فريق كبير وفريق ديال المستقبل، هما الخلاف ديال المنتخب ديال قطر 2022. اذا تنتوعدوا المنتخب الاسباني في المقابله ديال نصف النهايه، لان راه ما بقاش عندنا مجال ديال الشك بان هاد الوليدات هادو راه ما غاديش يوصلوا للمقابله النهائيه. اذا الدعوات ديال المغاربه وخصنا نشجعوا هاد الوليدات هادو. الصراحه حنا فرحانين، والمغاربه كلهم فرحانين، لا بالنتيجه ولا بالاداء ولا بالتحسن ديال الاداء داخل رقعه الملعب. وهذه اللي قضيه هي اللي خصنا نركزوا عليها مزيان، لان هاد الدراري تيقنعوا وتيبدعوا، وكذلك تيفرجوا الجماهير اللي كانت حاضره في فرنسا. وللاشاره تنقدموا لهم السلام والتحيه، لانهم فعلا الجمهور رقم 12 كان خير سند لهاد الوليدات هادو. وحتى الدراري ديال المنتخب الوطني المغربي قدموا لهم التحيه وقدموا لهم اجمل مقابله في التاريخ ديال الاولمبياد ديال المنتخب الاولمبي. اذا هاد الفرحه هي كبيره وفرحه جنونيه وفرحه هستيريه، لا الجماهير المغربيه في قلب باريس ولا الجماهير المغربيه اللي تتفرج فيهم داخل الوطن. اذا الولايات المتحده المغربيه اوت على الاولمبياد، وتنظن ان حتى اسبانيا اوت على الاولمبياد. غادي نكونوا ان شاء الله في المقابله النهائيه، وتنتمنى اننا نتلاقاو مع المنتخب الفرنسي باش نفديو الثار ديال المنتخب ديال الكبار. اذا حتى لهنا تيسالي الفيديو ديالنا، اللي عجبو يضغط على زر لايك والاشتراك في القناه باش ديما نوفيكم بالجديد. نعم، وما شاهدناه في هذا المنتخب هو استراتيجية واضحة تشبه إلى حد كبير الأسلوب الذي يلعب به المنتخب الأول، أسلوب 4-1-4-1 الذي أتى بثماره في كأس العالم، وهي استراتيجية موحدة للمنتخبات الوطنية المغربية. دعونا نتابع وإياكم مشاهدينا ما قاله طارق سكتوي مدرب أشبال الأطلس، بالإضافة إلى حارس المرمى منير المحمدي. مرحبا مجددا زميلي أمين، من أجل رصد ردود الفعل بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب أمريكا وتأهله إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. إلى جانب حارس المنتخب المغربي منير enhorabuena Marruecos por la primera vez en la historia en las semifinales de Juegos Olímpicos. ¡Qué alegría! Increíble, alhamdulillah. Muy emocionado porque otra vez no conseguir otro reto así histórico, ¿no?, para Marruecos por primera vez, pues increíble, alhamdulillah. Y bueno, todavía no ha terminado, seguimos y queremos conseguir la medalla de oro y vamos a luchar hasta el final, inshallah.